الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف مبل حمشت خفال بتحنا لنا بارت حمشت مالتيو مجرشا جزيت أطو زبلنايو بزعبا حاسوت مزرابو مالتيوم. الله سبحانه وتعالى انتايلو أب آية 4 مالتيو وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لمنتاي الله سبحانه وتعالى سي يولديو ويولاد اللو ويلم بمزرابهم بزعبو قليسنا مالتيو أنه الله سبحانه وتعالى أي ولد لنا أسفحنا بزعبو تزاربنا دحريقو خا تخرج من أفواههم، يعني يتزاربوا قالاتي حسوت مخانو مالتيو ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون خانئي إن يقولون إلى سلزنبكوا إن يقولون أختكون زلوا تخكل على أحكام التجويد مالتيو. سلزوئنا تطوبلنا نيرنا تطوبلنا حسوت مخانو زربوهم تخكل كم زي كونه الله سبحانه وتعالى خانو عوز مثل كم زي اللي الله سبحانه وتعالى سبأي كونه سبيتي كونه بزحت سباتكوا كالي يترف كدانا غروخ دولي خلو انتاي بلو مالتيوم سي الله سبحانه وتعالى سناي سبأي ينسو سلنبل بناي سبأي عينة تتقاو عسلن تصوع سبأي إلهم زقمت أو سبات اللو جن أيكونن. الله سبحانه وتعالى نعوز مسليلا ليس كمثله شيء يلن بقى مسؤوز ودادر نعوز مثل نجر يلن بزي اشتي حنقولنا بزي توسن زحسب حنقولنا خاني ناي الله سبحانه وتعالى مننت كنفلت اندحر دلينا لك خمتي الله سبحانه وتعالى بعلو او قرآن بزعب اوز قلت قلنا طرائنا خنفلت نخل كاون لعلقن كنكيد اي قبقنان بزي كونا نقرون كومي إلنا خنحسب اي قبقنان لك خمتي علماء أهل السنة والجماعة خمجم مرياز أمتو كمي عينتي امنت ناي الله سبحانه وتعالى الصفات والأسماء ازتات كله كنفلت بو خنكتل يزقب عنا سلازين ساتهم جن كم سلازبولو ازيوم حسوتو مخانا قرآن قليت قلنا مالتيو حجم من تأينا بتحنا زلنا أب آية شدشتي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول الله سبحانه وتعالى قليت هو مالتيو أبز آية زي سلازي قوله تعالى فلعلك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فلعلك أخبر كله إذا زربازين الرسول صلى الله عليه وسلم مالتيو باخع نفسك خاني مهلك نفسك لأنه كان صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم اندحر دعوة قبر كله إذا لم يجيبوه حزنا شديدا الرسول صلى الله عليه وسلم كعدمهم كله دعوة قبر لهم كله نفت دينسي اندحر زي تقبلهم واندحر زي ملسوا له بتعمي حزن نيرو مالتي بتعمي حزن نيرو وضاق صدره حتى يكاد يهلك، يعني لبو سقاب بتعمي زحمم يخون نيرو مالتي حتى يكاد يهلك، يعني سقاب يعني أبهلاك زبتصح يخون نيرو مالتي. فسلاه الله عز وجل وبين له أنه ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء. الله سبحانه وتعالى الدرارعو الدعيسو وانتاي لو مالتي انت زي آمنوا الكاسي منهم شقر كم زي بلو قال يتقول له مالتيو اندحر ولا قوة تزي آمنوا تزي تقبلوا سي نعخا ولا حنت خمزي بالكامالتيو إنما عليه البلاغ وقد بلغ، يعني حدث بقديته انت ايو نرسول صلى الله عليه وسلم تايلو ربي السخانات كا واجب أبتصحي تباهلو، يعني رسوليو ما الأختنيايو نذيريو لأنه الله سبحانه وتعالى متأنققيو لأخلنا مالتيو قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه لنا قليسنا يا لأنه إذا القرآن زي متأنققي متيو تتأنققوا كم زي تبيكم الله كم زي اخترقوا بيئهم كم زي تغيركم جنة تأتوا إخهم كم زي تغيركم جهنم تأتوا إخهم إلو الله سبحانه وتعالى بمولو قليس لنا مالتيو. سلازي انتاي لو مالتيو أي تتجنق أي تقدس لهم دحر أبيوم وإنما عليك البلاغ الصخاب اكتبت صحت رئيس فك أدكها مالتيو. سلازي على أثارهم مالتيو أي اتباع أثارهم لعلهم يرجعون بعد عدم إجابتهم وإعرادهم، يعني انتاي فلعلك باخع نفسك على أثارهم، يعني انسخاسي بطعمي حزن بقوهي
بقاتهم زي حرايلهم زي مقبالهم نتدين ونتدعواسي ددحريهم يعني كتختل كاس نختملسهم تسعر زلخا ولا قصاتهم أبيهم اندخدوا مالتهم حقهم هبهم اندخدوا اندهلو نسو ግን ددحريهم تختلوا يلمنهم نيرو مالتهم دعوة نخأمن بتسلمنا ንምንታይ الرسول عليه السلام نبي ስለዝኾነ ንኩላትና خدحنا ዝፈተነ ንምንታይ እንታይ ከም ጽበና ዘሎ ስለዝፈልጥ እዩ لانه ይሉና እዩ አነ ዝፈልጦ ተትፈልጡ يعني قرب مسحقكم نيركم يعني درجة سبس هي مسحقا نير مالتيو كل جزء ما بخير نيرو ንምንታይ ዝጽበና ዘሎ ዓቢ مخانو مالتيو لأنه الرسول الله عليه وسلم فلتت ስለዝነበሮ ከምዚ حديث ዝገለጸልና مالتيو اب صحيح البخاري ዘሎ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره ዝገለጸ مالتيو ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يعني انا زفلطو تتفلطو نيركم سي قربكم كتسحقوا نيركم وبزح ክትበኺዩ نيركم مالتيو خبك تبخي نيركم يخم مغنياتو اتي زبينا زلو اتي حسابن عقابن اتي حلافنتن عبي ስለዝኾነ طبعا رسول الله عليه وسلم بطعمي رهره ስለዝኾነ نخل سب كأمن يصعر نيرو مالتيو ስለዚህ ተኸቲልካ ተኸዶም ዘለኻሲ متى نخأمنوا لك بعد مسجدفوا ومسكدوا مالتيوم لعلهم يرجعون خملسلك دحر مسابيو خماتيو إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن إن حرب القرآن زي أمينهم سي يعني أسفا مالتيو سي السف الرسول الله عليه وسلم يحزن مالتيو يعني باخع كأني المعنى أنه لعلك باخع نفسك من الأسف كاب يعني حزن تأشمو كاب بايومسي إن لم يؤمنوا بهذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ قال تعالى فإنما عليك البلاغ أبقى سورة مالتي أب سورة الرعد آية 4 سلازي نسخة زي ما نبقون إن لم يؤمنوا بهذا الحديث زي حديث كأن القرآن مالتي بزي سحر زي أمينهم سي نسخة أسفا حزنا يعني باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث سلازي نسخة منم حلافنة يبلكان إلا مبصح تباهيل مالتيو ليس عليه بجكا نخبط صحت زي كونو الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنوا أيمنوا ناتاتهم قد يزخون مالتيو قال تعالى بكالو آية أنت الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما عليك البلاغ نعاخذ قديتا خانتايو مبصح ترأيلو مالتي الله سبحانه وتعالى بسورة الرعد وهكذا ورثته من بعده دحريو خامن يوم زمصو دحريو خاني دحر الرسول صلى الله عليه وسلم نهاتو زورشو وزورسو مالتي من يوم زورسو نهاتو دحريو العلماء علماء مالتهم وظيفتهم البلاغ وأما الهداية فبيد الله يعني دحريهم زمصو خاني دحر الرسول صلى الله عليه وسلم زمصو علماء يوم نساتهم كأنا هاتهم حلافنة انتاي مبصح لأنه اتي هداية اتي اب ايمان اب قلبك مئتاو بجك ربي قال خمصوز زخل سبيلن ومن المعلوم ان الانسان المؤمن يحزن طبعا طبيعي جن حد اسلامي يحزن مالتيو اذا لم يستجب الناس للحق يعني الحق سبك ايمان كاب خلو يحزن طبعا لكن الحازن اذا لم يقبل الناس الحق على نوعين يعني اتي سبسي بدنا تحق اندحر زي تقبل وسي ابكلت كفال يزخون زلو مالتيو نوع يحزن لانه لم يقبل حدا يحزن سلازي تقبل زي تقبل ويلو ونوع يحزن لان الحق لم يقبل حجي ابكلت تخفيلو مالتيو تسبسي لمنتا اذا حزن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لمنتا يحزن نيرو حق زي تقبلوا قرآن زي تقبلوا زي آمنوا لي أحزن نيرو مالتي سلازي اتتحزازنا خاني كلته من قد اللويلو كلته نوع اللويلو سحادة انت اي نوع يحزن لأنه لم يقبل نسو تسب سلازي تقبلوا ونوع يحزن لأن الحق لم يقبل حدا سب كأني نمنتايهم تحق زي تقبلوا إلو يحزن مالتي نتحقي والثاني هو الممدح طبعا اتي قندي اتي مبلك الأيزولو نسو يتقبل لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه حدث
دعوة قبر كله اندحر زي تقبلون عين تيلو ننفسه يزقبر زلو دعوة مالتي. والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عز وجل، ولهذا قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك. يعني نمنتاي حجي زي سبزي نربي له دعوة سلزقبر حلفنته تراي مبصح يزخون زلو خال أي كا تقبلوا أي تقبلوا دما أبربي يزقدفو نمنتاي دي تقبلون يلون عاتهم انت اشمي يقبروا مني. سلازي الثاني هو الممدوح تخال اي تفتاو ما تفتوا مالتي الصراحه فانما يدعو لنفسه. والثاني اذا دعا انما يدعو لله عز وجل. تقدماي لنفسه يدعى زقبر نيرو ادخل اجن لله عز وجل زقبر. سلازي لهذا قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك. يعني دعوه تقبر كلا خاسي ناب من قد ربي كتسب كتعدم لك مالتي اب سوره النحل 125. لكن اذا قال الانسان انا احزن لانه لم يقبل قولي لانه الحق، ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي اخذت به، فهل يكون ممدوحا او يكون غير ممدوح؟ الى حتى مالتي اذا حتى زخ انت ايو قال اذا قال الانسان امنت حدث من حليلو انا احزن انس يحزني لأنه لم يقبل قولي زرباي سلازي تقبلوني يحزني له لأنه الحق، لأنه تزربان سو حق سلازخوني. ولذلك سلازخ أني ولو تبين لي اندحر فريتو مالتي لي الحق على خلاف قولي، يعني اندحر أناسي كم تزبلو زلخو حق خوين تسمعني تصنيحو جن تحقيق أجن زي كون اندحر اكتشف ويفليت مالتيو اها حق مسيلون جن حق يكون اندحر رخيبيو مالتيو اخذت به فهل يكون ممدوحا؟ يعني بتتقبل يمو سلازي صبق مالتيو ان يكون غير محمود او يكون غير محمود ويدماس قبول يكونن زبل حتى ينرو مرسي الجواب يكون محمودا قبول يزخون صبق يزخون لكنه ليس كالآخر كمتي قال أي يكونن الذي ليس له هم إلا قبول الحق. يعني حدث اتي ناي ربي سبك قبولو لزدلي ناي ربي حق فلط لزدلي السو يتزبلص مالتي سواء جاء من قبله او جاء من قبل غيره، لانه كابخا يمصا ولا خاب كالي سب يمصا تحقي سب فليط وختلو خطري خلخاي حغسكا سلازخونه ازي يتزبلص الي يغلص الله مالتيو. ازي شرح ازي آية نايزي آية زغلصو زلونا ادعو الى سبيل ربك شرحنا هاتو ويم مجلسيو مالتيو مستحتو زقربو يكون محمودا لانه ليس تزبلص اجن نربي له طراي دعوه خغبر كله حق من قد سلازخونه نهاتو زبلص مالتيو. دحريو تقصل مالتيو إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. اذا تأملت القرآن تجد انه غالبا يقدم الشرع على الخلق. يعني اندحر تستبهلنا له قرآن سيز بزح جيزه نتي شرعي يقدمه كاب اتي خلق طباي مالتي. قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يلو مالتي الرحمن أبقى حدث قاب سلسة زلو. وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به، لأن المخلوقات إنما سخرت للقيام بطاعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سلازي إذا أن آيازي أن نتعذب بني لمالتي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إذا أن كاب حالس قاب سلستزلوا بسورة الرحمن دحر استبهلنا لن الله سبحانه وتعالى بتي شرائع. يعني تجد أن الله يبدأ بالشرائع بتي حقيبة الشريعة قبل ذكر الخلق قد متتأباي مذكروا مالتيو وما يتعلق به مستتأباي تختيل زخيد مالتيو. لأن المخلوقات لأنه الله سبحانه وتعالى زخلقه كل مخلوقات مالت سب انسسا سماي مريت كل مالتيو إنما سخرت للقيام بطاعة الله. نمنتايو الله سبحانه وتعالى سخيروه نطاعة نربي نخت جزاء نربي طاعة تقبر نربي خت إزاز طلعيو الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى انتايلو بسورة الذاريات 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلق جن يخونوا بني آدمين إنسان يخون
نمنتاي تخلقوا نخالق نجر ولا حنتي تخلقن نمن ما يتخلقن بجكا نعبادة إلا ليعبدون يعني من نخالق نجر هدف يلن أبز الدنيا زمت أنا يون إحنا نربنا خنجزع طرعي بترب زبلنا خنكيد بتي أوامر زبلنا خنجبر تي أي تجبر زبلنا خنجدف وهكذا يعني سلازي وقال عز وجل الله سبحانه وتعالى بقال آية أنت يلو بسورة البقرة 29 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني الله سبحانه وتعالى كله خلق لنا كله تسخير غير لنا زلنا عنا نطاعنا خنجبر نعوخ جزء نعوخ أزوزة مالتي إذن المهم القيام بطاعة الله عز وجل سلازي أجد داسي أنت إذا خون زلنا مالتي ربي خن إزاز ربي طاعة خنجبر ربي خنسمع نربي كنرديو خنصعر مالتي وتأمل هذه النكتة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنيا إنما هو للقيام بشريعة الله عز وجل يعني إذا انتأيو كن عزب وكن استباهل زلنا إن الدنيا بملؤتها الله سبحانه وتعالى خلقوا نتينا شريعة نهاتو شريعة الله عز وجل ني أمريت نخصفح في حمالتي قوله تعالى إنا جعلنا أي سيرنا وجعلنا تأتي بمعنى جعلنا مالتي يعني غيرنا يو سهلنا يو مالتيو بمعنى خاتمت انتايو خلق وبمعنى صير بتفعل لي معنى تهب مالتها خمتي جملة تمت مالتها فإن تعدت لمفعول واحد فإنها بمعنى خلق يعني لمفعول حاجة عند حتى تخويناسي ترجمة بزنتايو إن جعلنا مالت إن خلقنا أتخون زلنا وخلق يخون مالتيو مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور له مالتيو بسورة الأنعام قصر حدا وإن تعددت لمفعولين فهي بمعنى صير مثل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بسورة الزخرف آية 3 أي سيرناه بلغة العرب إذي اتناي معنى ترجم زهبو بتفعل عليه مستناي لغة عربية تتحزى مالتيو انت عينة معنى خمزهب وانت عينة مثالة تمتعي مالتيو على كل حال إنا جعلنا مالت أبزي آيازيز قلت ألنا زلو إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا مالتيو حجي اتي إنا جعلنا ترجمو بزي سيرنا مالتيو بمعنى خلق مالتيو إذا قلت أزل مالتيو إنما انت إذا خون زلو اتي معناسي اتي نمنتا إذا قلت أزل خان إذا مؤلف مالتيو وإنما نبهت على ذلك إذا قلت أزل لخون من تأيلو تي تفعل معنى خمزهب لأن الجهمية زبهلو يقولون أن الجعل بمعنى الخلق يعني جعل مالسي كم خلق غيرهم يمزترجموه تراي في جميع الموادع بكل بوتا مالتي ويقولون معنى قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه ولكن هذا غلط على اللغة العربية يعني بستقانق عرب تتحزسي أبهلا والتراجمة جيجا إذا خون زلو مالتي سلازي جعلنا خبل كلسي أب كل يكونن أب قاليو خلق أخون خيليو أب قال أخاني وإن تعدت لمفعولين بمعنى السيارات خون مالتي مثل قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا أي سيرناه بلغة العرب بمعنى إذا قرآن خلقناه بناي قانق عربية الله سبحانه وتعالى سيره مالتي أي خلقناه وسيره دا نساتهم كنت هيبلو مالتهم أي خلقناه ولكن هذا غلط في اللغة العربية يعني قانق عربية قوملو تخكلا يكون نجبل زلو جعلنا ما على الأرض زينة لها خانئي هنا جعل بمعنى سيرة أبزئة جعلنا بمعنى سيرة إذا خون زلو نمنتاي أفتم جمرت إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا جعلنا ما على الأرض زينة لها هنا جعل بمعنى سيرة فالمفعول الأول ما والمفعول الثاني زينة نمنتاي تي ترجمو زلهم ما أبز صحيح زل جعلنا ما مالت تي مفعول أول يخون له مالتيو تي باللغة العربية إعراب مالتيو والمفعول الثاني زينة أي أن ما على الأرض جعله الله زينة للأرض كل أمريت غير وزل الله سبحانه وتعالى ملكعن زينا غير ومالتي وذلك لاختبار الناس نمنتاي يخني الله سبحانه وتعالى زينة غير فتنا نسبك خون هل يتعلقون بهذه الزينة
أم يتعلقون بالخالق حج انت اتفتنا الله سبحانه وتعالى مريت غير خلقوا الدنيا خندي نجر له زينة زخون خندي نجر يعني الله سبحانه وتعالى لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة مالتيو ولاد جنزب جزا جل كل نجريستات زينة أيو كل سب زفوتوس كل سب دزبلو خان بتفطرو كل نجر تصلوا سب زي اللي مالتيو سلازي أبزنتا يزخون زولا فتنا يمت سلازي اتي فتنا انتا يدخون زولا هل يتعلقون بهذه الزينة أم يتعلقون بالخالق يعني بتي الله سبحانه خلق زينة ديو سب بأوديو تنتلتلو لبنا أوديو خنتلتلسي ولا نب الله سبحانه وتعالى يخيد الناس ينقسمون إلى قسمين مالتي زي سبعة كم زعينت أبكلته يخفلوا مالتي أبكلته خفال يخونوا منهم من يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلق بالخالق انت يخونوا له مالتي كلته كفال كوينهم قال يسب نفتي زينة لبو يذهب قال يسب دمانئي نفتي الله سبحانه وتعالى زخلق وقويتا نابو لبو يخيد مالتي متعلق بربي يخون هذا سب متعلق بالمسجد كبهال كله يعني قلبه متعلق بالمسجد بقى بتعمي قلبي كله مسجد كفتو زفتو سب نربي زفتو مالتي لأنه مسجد مالت بيت الله سلازخونه واسمع إلى قوله تعالى مبينا هذا الأمر الله سبحانه وتعالى خانتاي لنا نزخ قلص كله مالتي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يعني إذي آية زي قلنا مالتي مثالي مبينا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها سبحان الله زقرمكم يعني حدثب سقاب كندينا الله سبحانه وتعالى آيات هي أمتيقول نسو انسلخ مالت يعني أتبع أخوة خلماتي إذ جعل الله الزينة لاختبار العباد سواء كانت هذه الزينة فيما خلقه الله عز وجل أو أوجدها أم مما صنعه الآدمي فالقصور الفخمة المزخرفة زينة ولا شك ولكنها من صنع الآدمي والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أنزل الله الماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هذه زينة من عند الله سبحانه وتعالى حج انت إذ بالزلو إزي زينة زيسي الله خلقه زينة له بحري سماي قبو زفيوري أوامات أكاتات استاد كتري خلقها كله طبعا الله سبحانه وتعالى زخلقه زينة ملكع مالتيو ده حركة بني آدم زفطروا بعلو السروح خاني جزا ديو مكينة ديو موبايل ديو قال ديو هذا كله زينة مالتيو كدان ديو ورق ديو دحر حسيبنايو إذا خاء زينة مالتيو كاب بني آدم السروح مالتيو اتي جبال كأني اتي أنهار كأ الله سبحانه وتعالى زخلقه ماي وردوه ماي كوقع كله قصلي زوص فر زوص خاب كل عينت مالتي زينة إذا خان الله سبحانه وتعالى زينة خلقنا مالتي سلازي قوله تعالى جعلنا مع إن تآية مالتي كما جمرتها فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا حجي اتي نبلوهم كأني أي نختبرهم إذ ما تزلوا مالتي اتي اختبار كأني قوله تعالى انتهي خونا له مالتي اتي مجمري اتي آيات قلصنا يوم مقلصي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله إذا مثال زي قليص وزلو انتايو قلص اللوم ناي حدا سب الله سبحانه وتعالى علمه هبوه فلطته هبوه كل نجر هبوه فانسلخ منها يعني كاو وصيو تقليل وصيسي فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين كافتم زوصو زطفو يخون مالتيو شيطان تختيلو يعني ولو شئنا لرفعناه بها الله سبحانه وتعالى تدليل ندلي حفيبل ندلي خانين يورد مالتيو لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هذا سب نمريت
كل جزء حسابه طراي هم خون كله هدف خون كله واتبع هواه حج انت اذا رئنا حدا سب حق اندا فلط اندا هلون حق نخي ختل الدنيا مريصو نمريت مريصو نتنا الدنيا زلو مريصو اتي سمعيتو زبولو هاوا نهاتو حنقولو زبولو طراي ختل مالتيو سلازي زي خمسه عينت السب زخاني فمثله كمثل الكلب يعني مثال حدا كلبي مالتيو ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يعني كلبي زخونه خوينس كل جزء يعني هل كبل يخاطريهم من امتعشهم لو تزمص يلم بتخونه مالك ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا زوم كم زيهم بآيات الله سبحانه وتعالى زحسوا سبات مالتهم زي امنوا سبات كما عينت مثال الله سقلصنا زلو فقصص القصص لعلهم يتفكرون بسوره الاعراف 275 سقاب 276 زل آية مالتها سلازي انتي مالتيو الله سبحانه وتعالى حدا سب حقه هبوه نتحقي غريفو زخيد مالتيو اندافلطه كابو خوصن كله ازي كافتم ربي يصلهم سبات مالتي يخون مالتي سلازي قوله تعالى لنبلوهم كأن اي نختبرهم كنفتنا مالتي وقوله تعالى ايهم احسن عملا يعني الضمير يعود للخلق وتأمل قوله تعالى احسن عملا ولم يقل اكثر عملا لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر يعني انتهي مالتيو الله سبحانه وتعالى سي بزح صبق صراح السرحو أيبلن نمنتاي أحسن عملا ناي زبزح صراح صبق زي كونسي زبلت أخون كله مالتيو وعلى هذا لو صلى الإنسان 4 ركعات لكن على يقين يعني على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرع وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعة قوية فأيهما أحسن الثاني بلا شك أحسن وأفضل لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه إخلاصا ومتابعة نسأل الله سبحانه وتعالى الله يقبلنا عملنا بري يعني فعلا بتعمي زفرحنا قريون منتاي كم زقلت أزول الله سبحانه وتعالى أيهم أحسن عمل أخبر كله يعني أحسن عمل ترجمه تزبلت أسرح له حجي حدا سبيلو 4 ركعة سجدن كله تن مجمر سجدن كله زن كلتا ركعة ضعيف كوينن سئلوا بزي ملؤ خيكون سجدون مالتي جن تنكلت ركعة مترشتا سجدن جن صبق غير سجدون مالتي طبعا تزبلت أنت أين يزخون تي كالأي يزخون مالت لأن العبرة بإحسان ركعتان وعلى هذا لو صلى الإنسان 4 ركعات لكن على يقين ضعيف 4 ركعة بضعيف ندحر سجدوه أو على إخلال في اتباع الشرع وصلى آخر ركعتين بيقين يعني 4 ركعات سجدون كله ضعيف كوينو جن تنكلت ركعة تهكل سجدون كله تنكلتين زبلت أزخنا مالتيو في بعض العبادات الأفضل التخفيف له نأبنت قليو عباداتات نقبرو مالتيو تخففنايو زبلت مالتي كركعتي الفجر مثلا ناي كلتا ركعة فجر مالتي مثلا لو قال إنسان أنا أحب أن أطيل فيها في قراءة القرآن وفي الركوع والسجود والقيام وآخر قال أنا أريد أن أخفف الثاني أفضل سلازي قليو عباداتاتكو قال له قليو عبادة مالت نقبرو صلوات كبسلات قرآن صيام عبادات يبهال مالتي زخلو انتايلو مالتيو أبقليو بوتاتاتسي خفيف وي أقلل تبلكايو زحيش مالتيو نمنتاي نأبنت يلو ناي ركعتي فجر يلو مثالي حدا سب يلو أنا كنوح دزبلني قرآن نوح قرأ دسبلني ركوع أنوحي سجود أنوحي تتطوي من بالي أنوحي أخجبر زدلي بالماتو خالق سبك أنت يلو نونو أنا خفيف زخونة غير السجد يلو مالتيو سلازين تايلو زي مؤلف مالتيو تي خال أي إزبلت خفتنا مجمرة ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عاميا يطيل في ركعتي الفجر أن نسأله هل هاتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد أمنت حدا سب مسيو أب مسجد ناي ركعتي فجر خسجد كله أنوح اندحر إنايو اندحر حتيتنايو زي أن كلتا ركعة سجد كاينسي ناي تحية المسجد زبها المسجد أتيخا خلت ركعة سجدو كم سلام مالتيو تحية مالت سلام مالتيو ديانسي ولاس ركعتان الفجر إن
ولا سناي فجر ركعة خاتبله. فإن كانت تحية المسجد فشأنه، وإن كانت ركعتي الفجر قلنا لا، الأفضل أن تخفف. مالتني مسجد تحية يلو سجد تقوين زين كل ركعة أقام يلان كم دلايو مالتيو. وإن كانت ركعتي الفجر ناي ركعتي فجر دحر كوينا جن الأفضل التخفيف. نقولو نو جيجا جركا ويدمان إيه تزبلت جيجا كوازي كونس تزبلت الأفضل تخفف نيركا يحيش يبهال مالتيو. وفي الصيام يلوخا أبتصوم دما رخص صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى السحر. يعني رسول الله عليه وسلم أن أمة نهاتو سقاب مشت يعني يواصلوا إلى السحر، وندبهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمس. فصام رجلان أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين غابت الشمس، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك. والأول إن كان لا ينهى عنه فإنه جائز ولكنه غير مشروع، فانتبه لهذا مالتيو. يتقيزلو أبصومنا أبنت حدث خلت سباتي تصوموا تحدي الرسول عليه السلام سقاب لأمتي أن يواصلوا إلى السحر، تصوموا سقاب سحر نديلو، وندبهم أن يفطروا من حين غروب الشمس. تي الندب جنات تفتوجن صحك تأتو خلاك فطر مالتيو. فصام رجلان كل تسبت أيمم أحدهما امتد صومه إلى السحور، يعني سقاب سحور صنيحو تحدي وتخال أي دماني صحك تورد كلا ويكتأتون كلا تعربن كلا أفتيرو مالتيو. فأيهما أفضل أينا يتزبلت يلو تخال أي تتصحي كتعرب تبرق أنت إدبهال كتعربن كلا زفت أرى مالتيو. والأول يتمبل كالأي وإن كان لا ينهى عنه أي خلكلن يقوم نجبر فإنه جائز يفكري، ولكنه غير مشروع. مشروعس أيكونن ولا قد تفقدس مشروع أيكونن. فانتبه لهذا. نزيت أنقلوا لمات أيهم أحسن عملا، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من العبادات ما كان أحسن، يحث على اتباع الجنائز. يعني رسول الله عليه وسلم سي اتزبلت عباداته قبروا زبلنيرو يحث مالت يبل يعني نخن قبروا زدفاف الناس نبرة مالتيو. نقابلنا مثالي يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا يتبعها، حيث يحث على أن نصوم يوما ونفطر نوما. نقابلنا جنائز تختلون خيط يدفع في سب نيرو مالتي قبوري بالنيرو به الجنائز ولا يتبعها، يعني سو أي بلان جن قبوري بلهم نيرو مالتيو. حدا معال تفطروا حدا معال تصوموني بالنيرو، ومع ذلك هو لا يفعل نسو أي قبر النيرو هذا، بل كان أحيانا يطيل الصوم حتى يقال لا يفطر. يعني نوحي تصوم نيرو حنسا انتاي أي فطر اندي سقاب زبهال نيرو يقبر نيرو مالتي الرسول عليه السلام جن نخالق جن انتاي بالنيرو مالتيو حدا معال تفطروا حدا معال تصوموا. وبالعكس مالتيو يفطر حتى يقال، يعني لا يفطر، وبالعكس يفطر حتى يقال لا يصوم. حدا جزي خاني كل جزي كي زي تصوموا تريو سقاب زقرم أي تصوم اندي سقاب زبهال مالتيو. كل هذا يتبع ما كان أرضى الله عز وجل وأصلح لقلبه. يعني إذي زقبرو مالتيو كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عز وجل وأصلح لقلبه. يعني إذي زقبرسي ني الله سبحانه وتعالى نمردا يزأكل ونقلبو خانئي طبق خون ويدمان قلبو سلاح خمس أقولو يبل مالتيو. أبزيخ نقارص أينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.